بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متتبعي الأعزاء، السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. اليوم غادي نتشارك معكم طريقتي المعتمدة في تحضير خبز المطلوع أو البطبوط. كل منطقة وكيفاش كتسميه، مهم حنا كنسميوه المطلوع المغربي. كيجي خفيف إسفنجي مقطن، وصفة ناجحة سجلوها عندكم. غادي نشاركها معكم بمقادير مضبوطة إن شاء الله الرحمن الرحيم. بقاو معايا لآخر الفيديو وفرجة ممتعة. بسم الله. بالنسبة للمكونات، أول حاجة عندي هنايا الفورس. عندي زلافة ديال الفورس أو ما يعادل 400 غرام ديال الفورس. نفس الوزن عندي ديال الفينو أو الدقيق الصلب الناعم جدا، حتى هو زلافة أو ما يعادل 400 غرام، يعني قد الفورس قد الفينو. عندي هنايا الخميرة الفورية أو الخميرة حبيبات، كتبقى على حسب الجو، يعني الكمية على حسب الجو. عندي ملعقة ديال العسل، الملح حسب الذوق، وعندي واحد المعلقة كبيرة ديال زيت الزيتون أو زيت العود. ندوزو بسم الله. أول حاجة غنديرها هذيك الخميرة الفورية، ضفت عليها واحد راس معلقة صغير ديال سكر حبيبات، وغادي نضيف عليها واحد نص كاس ديال الماء دافي. غنخلط العناصر مزيان مع بعض ونخليها على جنب تتفاعل وتطلع. هاد العملية كتسهل علينا أو كتسرع علينا عملية ديال التخمير إن شاء الله الرحمن الرحيم. غادي ندوزو للطريقه في البول ديال العجانه. وضعت الفورس الفينو، وكنأكد هنا ان الكميه قد انا درت 400 غرام 400 غرام. غتعبروا يعني بزلافه زلافه من كل نوع ديال الدقيق. غنخلطهم مع بعض ونضيف الملح حسب الذوق. بالنسبه للملح كيف ما غتلاحظوا غنضيفو غير في واحد الجنيب، وغنغطيه بالدقيق باش ما يخسرش ليا التفاعل ديال الخميره. هنا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال العسل. تقدروا تعوضوها بسكر حبيبات. الغرض من هذا العسل غير كيجيب لنا دوك الخبيزات محمرين. كذلك غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال زيت العود او زيت الزيتون، اللي تقدروا تعوضوها بالزيت النباتيه. وهنا هذاك الخليط ديال الخميره اللي خليته تفاعل على جنب. صافي غادي نضيف شويه ديال الماء دافي. وبالنسبه للماء هنا غنأكد عليكم ما ديروهش سخون، حيتاش غادي يقطع لكم العجين ديالكم، يعني العجين غيجيكم فيه دوك الخيوط. الماء دافي فقط، يعني فاش نقيسوه بالاصبع ديالنا كيتحمل ديك السخونيه ديالو. دافي غادي البروده ماشي سخون. صافي خدمت العجانه، خليته يتدلك مزيان. هنا تعمدت نوقف، نحبس العجانه باش تشوفوا معايا. هنا غيبان لكم مدلوك، ولكن في نفس الوقت راه العجين مازال قاصح شويه، والخبز ديال هذا المطلوع كيبغي يجي مرخوف. هانتوما غادي نرجع، مهم حاول ما غاديش نحرق المراحل، غادي نبين لكم خطوه بخطوه باش ينجح معكم حتى نتوما. بقيت هكاك مستمره العجانه خدامه، وانا كنضيف كل مره رشيشه الماء حتى تحصلت على هذا القوام. هذا عجين اللي مرخوف ومدلوك مزيان، ويعني وفي نفس الوقت راه ماشي جاري، ماشي زعما جاري بحال الشكل ديال السفنج، وماشي قاصح. نتمنى القوام يكون واضح، راه العجين ديالو كيبغي يكون مرخوف البنات. نتمنى تاخدوا كاع هاد النقاط بعين الاعتبار. صافي نزلت العجين ديالي في واحد القصريه، وهنا كيف ما شفتوا دهنت بالقليل من زيت العود اولا الزيت النباتيه، غير باش ديك العجين ديالنا فاش نخليوه يختمر ما يديرش لينا ديك القشره اللي كتكون سميكه وغير مرغوب فيها. غادي نديرو في واحد الكيس بلاستيكي اللي يكون نقي، يعني كيس غذائي، ونغطيه بواحد المنيدل ونخليه في مكان دافئ. ضروري ما تخليوه يخمر مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالو. العجين ديالي بعد ما اختمر، شوفوا ما شاء الله راه طالع. هاد النقطة مهمة، ضروري ما يختمر مزيان. شوفوا الفقاعات اللي فيها البنات عجينة، هذا دليل على أن العجينة ديالي مدلوكة مزيان وكذلك خامرة مزيان. غادي نديغازيه. هنا كنحاول نخرج ديك الغاز من العجين ديالي بهذا الشكل هذا. صافي غادي نخرج منه ديك الهواء ونكمل معكم إن شاء الله. هنا غادي ندوز ندهن يدي بالقليل من الماء. الا بغيتو تدهنوه بالزيت ممكن، انا كندهن غير بشويه ديال الماء. وغادي ناخذ واحد الكميه من العجين بهذا الشكل هذا، يعني غير قريصات صغار شكلتهم على شكل كويرات. وعلى جنب عندي واحد الطبيص فيه الفينو، كنحاول ندوز فيه هاد الكويرات هادو بهذا الشكل هذا، نقرصهم
ونجمع العجين ديالي مزيان ونقرصو مزيان صافي. وغادي نقلب هذيك الكويره كيف ما غتشوفوا معايا دابا. ضروري البنات ما تجمعوا العجين ديالكم مزيان، ما تخليوش العجين محلول صافي. وقلبتها بهذا الشكل هذا. غادي نرشها مره اخرى بشويه ديال الفينو، وغادي نهزها، غادي نفضها شويه من ديك الدقيق باش ما تبقاش هزه لي الفائضه ديال الدقيق. وحطيتها على على طاوله العمل اللي مفرشه بواحد المنيدل ومرشوش كذلك بالفينو. نعاود معكم العمليه مره اخرى. العمليه جد سهله للاخوات المبتدئات، والمطلوع المغربي يعني راه غني عن التعريف، كل شيء كيعرف يديرو. انا فقط بغيت نتشاركو معكم، حيت كانت واحد الاخت شحال هذه طلبت مني الخبز ومازال ما تيسرش باش يعني باش نحطو في القناه، فدرت المطلوع وقلت علاش لا ما نتشاركوش معكم. بعد ما شكلت هذوك القريصات حطيتهم، غطيتهم غير واحد دقيقه فقط. ما عنديش الغرض هنا نخمرهم، هذيك الدقيقه غير باش العجينه ترخف ليا وتعطيني الطوع باش نقرصها كيف ما كتشوفوا معايا هنا. ما تخليوهش بزاف البنات، منين تشكلوه كويرات تغطيوه غير واحد دقيقه، كاع 2 دقائق بالكثير، وترجعوا تقرصوا الخبيزات ديالكم صافي. كنرش شويه ديال الدقيق على الوجه وكنقرص هكا بالاصابع ديالي. بالنسبه للمطلوع الخبز ديالو كتبغي تجي رقيقه فاش تكونوا كتقرصوها. حاولوا ترققوها شويه البنات، حيت في المقلاه ملي كطيبوا راه يعني كيضاعف الحجم ديالو وكيغلط صافي. غادي نستمر هكا كيف ما شفتوا معايا هاد الكميه، يعني درت 400 غرام ديال الفورس مع 400 غرام ديال الفينو، عطاتني 4 ديال المطلوعات متوسطه الحجم. وهانتوما شفتوا معايا السمك ديالهم راه فقط واحد نص سنتيم اللي كان في العلو ديالهم. غطيتهم بواحد المنيدل وخليتهم في مكان دافئ 4 ساعه بالضبط. انا خليت 4 ساعه بالكثير، ما تفوتوش 20 دقيقه. هاد المرحله الثانيه ما تخليوهش يخمر بزاف، حيت غادي ترجع لكم فيه الخميره وبالتالي غيتفش ليكم صافي. بعد ما دازت هذيك 4 ساعه هنا غندوز نطيبو. حطيت المقلاه ديال وجده كيف ما كتشوفوا، او المقلاه الثقيله، دهنتها بالقليل من الزيت. هاد المرحله ديال الدهن بالزيت كتبقى اختياريه ماشي ضروريه، غير باش يجوني الخبيزات محمرين. حطيت الخبيزه ديالي كيف ما شفتوا، راه هزتها الوالده ديالي فوق الرماي وحطيتها هنايا في المقله. النار تكون ماشي ناقصه وماشي مجهده. المطلوع ما كيبغيش العافيه مجهده وفي نفس الوقت ما تكونش ناقصه. كيف ما شفتوني هنايا درت فيها واحد الثقب في الوسط، حيتاش انا بغيت المطلوع ديالي يجيني على شكل خبز، يعني تجيني فيه اللبابه لداخل. الخبز اللي غناكل مثلا به الطاجين والمرقه، ماشي البطبوط اللي كيجي خاوي من الوسط، يعني كيجي كيتحل من الوسط. بغيتو مطلوع مغربي ديال اللي ناكلو به الطاجين. اول ما حطيت الخبيزه ديالي خليتها غير واحد نص دقيقه، يعني غير تماسكات وقلبتها، وهكا كنبقى مستمره في القلب، يعني غير 10 ثواني ونقلبها على كل جهه، وانا كنحرك هكا بيدي حتى تاخذ لي هذاك اللوين ذهبي. هنا درت معكم خبيزه واحده اخرى بنفس الطريقه. كنحط الخبيزه ديالي في المقلاه بعد ما كندهنها بالقليل فقط من الزيت، زيت نباتيه او زيت العود، وكنحط الخبيزه ديالي كنتقبها. الغرض من ديك التقيبه هي يجيكم الخبز لداخل فيه ديك اللبابه، ما يجيش راه الا ما تقبتوش غيجيكم خاوي، يعني بحال البطبوط غيجي خاوي من الوسط صافي. وبقيت مستمره في التقليب حتى خدا لي هاد اللوين ذهبي. الخبيز ديالي ما شاء الله، او المطلوع عفوا، ها هو واجد. هذه هي النتيجه كيف كتشوفوا قدامكم، قطني اسفنجي. واخا الكاميرا هنا ما عطياش اللوين، يعني حقو في داك الاضاءه ما عطياهش حقو في داك اللوين اللي خدا ذهبي رائع البنات. والمذاق ديالو ولا اروع، يعني شي حويجه اللي كنديروها بيدينا كنحضروها بيدينا، وتقدروا تحضروا كميه كثيره، خصوصا انه ما كياخذش معنا وقت طويل، وتحتفظوا به في المجمد الوقت اللي تحتاجوه تجبدوه. ضروري ما نقطع معكم وحده باش تشوفوا القوام ديال المطلوع ديالي كيف جا من الداخل. ما شاء الله كيجي اسفنجي خفيف رطب قطني مشعب ما شاء الله. صراحه كيوجد بسرعه، يعني ما غياخدش منكم شي وقت طويل. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يديروه في القصعه فما عليهم غير دلكوه مزيان،
يعني نتوما كدلكو وانتوما كترشوا شويه د الماء، نتوما كدلكو كترشوا شويه د الماء حتى تحصلوا على هذاك القوام اللي شفتوا معايا في الفيديو. انا بالنسبه للماء دخلت لي زلافه، يعني الزلافه اللي عبرت بها الفورس وعبرت بها الفينو هي نفس الكميه ديال الماء اللي دخلت لي، يعني زلافه ديال الماء، وكيبقى على حسب النوعيه الدقيق واش كتشرب او لا. شوفوا معايا ما شاء الله الخبيز ديالي كيف داير من الداخل كله مشعب وخفيف. ننصحكم تجربوا هاد المطيلعات، كيجيو شهوه منهم. تقدموهم مع زبده بلديه والعسل او الزيت واتاي مشبشب، يا سلام. نتمنى من الاخوات اللي استفدوا من هذا الفيديو ما تنسونيش من لايكاتكم، تعليقاتكم الطيبه والبارطاج. غنقول لكم سلامه ونشوفكم فيديو اخر.